منظمة الصحة العالمية حذرت كتير، وحالة الطوارئ اترفعت لانتشار مرض جديد اسمه مرض الأمبوكس أو المونكي بوكس أو مرض جدري القرود. أنا نورهان عبد الله، هو إحنا في كوزمو دي. ببساطة المرض ده بيسببه فيروس من نفس عيلة الفيروس المسبب للجدري المائي، بس مش هو. هقولك يعني ايه، بس كمل معايا. المهم المرض ده بيتنقل عن طريق الإفرازات اللي بتطلع عن طريق العطس أو عن طريق اللعاب، أو إنك لمست الحبوب اللي هتظهر بعد كده على الجسم ولمست بيها حاجة تانية فاتنقلت لشخص تاني، أو إنك جات كلوز لحيوان اوريدي مصاب بالمرض ده. مش حاسين إنها نفس طرق الانتقال بتاعة الكورونا؟ يا ترى إيه هي الأعراض اللي بتظهر؟ أعراض عادية جدا، أعراض برد زي مثلا رشح في الأنف أو وجع في العضلات أو تكسير في الجسم أو كحة، وأهمهم بقى تضخم في أماكن الغدد الليمفاوية اللي ظاهرة في الصورة. بعد كده مراحل تطور المرض بيظهر بعد كده حكة وحبوب، وبتفضل تتطور لغاية ما تبقى بالشكل ده، وطبعا باختلاف من شخص للتاني حسب المناعة برضه. المرض ده حوالي بياخد من أسبوعين لأربع أسابيع، وبرضه هرجع أقول على حسب الشخص وحسب مناعته. بالمناسبة المرض ده بيسببه نوع اسمه كلاد 2B، وده متحور جديد من النوع الأصلي 2B. والفكرة هنا إن انتشاره بيبقى ضعيف مش قوي قوي زي كورونا، وكمان الخطورة بتاعته مش شديدة اللي تخلي نسب الوفاة عالية جدا ومهولة زي ما كنا بنشوفها أيام كورونا. نيجي بقى للسؤال المهم، وهو إنه لو أنا كان عندي جدري مائي هل هيبقى عندي مناعة ضد المرض ده؟ الإجابة لأ، لأنه الفيروس اللي مسبب للجدري القرود من نفس عيلة الفيروس المسبب للجدري المائي بس مش من نفس فصيلته، وبالتالي البروتينات اللي موجودة حواليه وهيئته هتبقى مختلفة تماما، وبالتالي الجهاز المناعي بتاعك مش هيتعرف عليه بسهولة غير لما يبدأ يكون أجسام مضادة جديدة. بس كده.